بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل احلى صينيه سمك مكاريل، طريقه سهله وبسيطه، طعم وريحه بقى مش قادره اقول لكم. ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا نشوف هنعملها ازاي، وطريقه سهله ويعني هتعجبكم ان شاء الله. انا هنا معايا 1.5 كيلو من السمك، جبته وغسلته وقطعته، وهنا هعمل له محلول نقع، شويه ميه، وهنزل عليهم بمعلقتين من ملح كبار، وهنزل بعصير ليمونتين. انا هنا معايا ليمونتين هعصرهم على الميه، وهرمي القشر كمان في قلب الميه. هنا بس عشان ايه؟ الريحه بتاعته والزفاره ما يبقاش لا زفر ولا ليه ريح. وهنزل بربع فنجان كده من الخل، وهقلب بقى لحد الملح ما يدوب. خلاص كده، هجيب بقى السمك وانقعه فيه. انا هنا لو خدتوا بالكم انا بفتح السمكية وانقعها كده، انزلها في قلب المية مفتوحة بحيث المية تدخل من جواها. هركنهم بقى على جنب كده لحد ما اعمل الخلطة. هنا بقى معايا 3 فصوص توم كبار، يعني ما شاء الله الفص كبير، يعني ممكن تحطي انت نص راس توم. وهنا كام فلفل، كام قرن كده من الفلفل، وقرنين حامين، يعني حوالي 4 قرون من الفلفل، قرنين كبار وقرنين حامين صغيرين، اقطعهم مع الثوم. وهنزل بقى بالتوابل معاهم، معلقتين صغيرين من الملح ده بقى على حسب راحتك انت. وهنزل بقى بمعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة من الكمون الناعم، ومعلقة من الكزبرة الناشفة ناعمة. وهنزل عليهم برضو بمعلقتين كبار من الخل اهو. وهعصر برضو ليمونة معاهم. هو الليمون والخل ما شاء الله يعني بيخلوا السمك ملوش ريحة ولا ريحة زفارة ولا طعم، والطعم بتاعه بيبقى جميل. يعني اي اكل السمك حط لها ليمون وخل، اي اكل السمك تغسليه بيها، وفي نفس الوقت برضو تعملي الخلطة بيها، الليمون والخل. انا هنا بقى كنت جايبة دي حزمة كزبرة، والله حزمة دي غسلتها وقطعتها معاهم، هفرمها معاهم في الكبة. هبدأ بقى كده افرم المكونات دي الخلطة اللي هنعمل بيها السمك. يا ريت لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش في الشير واللايك والاشتراك في القناة، وربنا ما يحرمني منكم ابدا. انا هنا كده خلاص ضربتها وطحنتها، طحنيها ناعم خالص. هبدأ بقى افضيها في طبق واشوف هعمل ايه. ننزل بس الايه الطرطشة بتاعت الحاجة كده في قلب الكبة، والم الدنيا كده الاول. هجيب بقى طبق صغير واشيل حوالي معلقتين كبار كده من الخلطة اهو، هركنهم كده على جنب وهقول لكم نعمل بيهم ايه بعدين. هروح بقى اصفي المحلول ده، وهجيب السمك. انا نقعته هنا حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع. انت ممكن بقى تعمليه لو لسه بدري يعني عندك، ممكن تسيبيه ساعتين كده، بس تحطيه في التلاجة لو الجو حر اهو. بصوا ما شاء الله شكله اللهم بارك، ولا ريحة ولا اي حاجة. المحلول ده بيخليه زي الفل. هبدأ بقى كده احشيه واركنه برضو ايه بالخلطة بتاعته دي. هي ما شاء الله الاكلة يعني ما خدتش مني حاجة، يعني في وقت بسيط اوي كنت مخلصة. والطعم ما شاء الله والريحة الله اكبر، يعني اللهم بارك. هنا كل هعمل السمك كله كده هحشي قلبيه
وهركنه كده على جنب برضو. خلصت كده، هركنه بقى واشوف هنعمل ايه. هنا هعمل بس ايه في الارضية كده زي حشوة تاني، فرشة كده في ارضية الصينية. بصلتين كبار ومقطعهم شرايح، وهنزل عليهم برضو بكام قرن من الفلفل مقطعه شرايح برضو، والخلطة بتاعت الحشوة اللي انا كنت راكنه منها شوية دول هاخدهم برضو عليهم، هحطهم عليهم. وهنا حبيتين طماطم، حبيتين بالعدد على قد ايه الظروف يعني، وهقلبهم بقى كلهم مع بعض. قلبناهم كده، هشيل شوية برضو في الطبق تاني وهقول لكم برضو هنعمل بيهم ايه. هفرد بقى الحشوة دي في الأرضية الصينية وهرص السمك عليها. تعالوا بقى نشوف هنحشي اللي انا شوية الخضار اللي انا شلتهم دول هحشيهم القلب بتاعهم، هحشيهم بيهم كده، بيخلي طعم السمك جميل. اهو الخضار اللي انا شلته على جنب ده هحشي بيه. اهو ما شاء الله في الاكل بقى بيبقى خطير، طعم جميل، وبيشرب بقى كله بيشرب من بعضيه. هنفضل بقى كل كده هحشي كله وارصه في الصينية. خلصنا اهو، ما شاء الله شكلها بصوا عامل ازاي. هنزل بقى بحوالي معلقتين من الزيت كده على الصينية من فوق الوش، حوالي معلقتين كده مش كتير يعني. هنضف بقى الصينية وامسح الحروف بتاعتها وعلى الفرن. هحطها في الرف الوسطاني واشغل الفرن من تحت بس مش الشواية، ولما يدخل في السوا اروح مشغله الشواية ياخد بس وش من فوق الوش كده. وهنا هعمل شوية رز صيادية، معايا بصلاية كبيرة مقطعاها صغير، هبدأ اشوح فيها كده لحد ايه ما تاخد يعني، هي هتغمق يعني البصلة الرز الصيادية دي بتبقى غامقة، ما بتبقاش اللون فاتح، بس مش تحرقيها يعني، بتاخد اللون اللي البني ده اللي بيبقى غامق شوية مش محروق. اهو يعني ايدك على طول في البصلاية وعينك فيها بحيث ايه ان هي ما تتحرقش منك، تاخد اغمق درجة كده. خلاص هنزل بقى بالرز، انا غسلاه وصفياه، هنزل بقى بيه عليها واشوحه معاه. انا عملته معاكم بس بطريقة تانية قبل كده. هبدأ بقى اشوح الرز مع البصلية كده لحد ايه ما يتغلف من السمنة ويتشرب من ريحة السمنة والبصل. هبدأ كده اقلب فيه كده، افضل اقلب كده لحد ما هلاقي خلاص كده، هروح نازله عليه بميه سخنه مش ميه بارده. كوني مسخنه ميه في الكتل او ميه في حله، المهم ان هي تكون الميه سخنه، ما تنزليش بميه ساقعه، ميه سخنه على طول. هنا هحط الملح، وحطيت كمون برضو معلقه كمون صغيره، وهنقلب بقى تاني كده، نفضل نقلب فيه كده لحد ما ايه يتشرب من الزيت والتوابل. هنزل بقى هقلب تاني تقليبه كده واروح نازله بالميه السخنه. يا ريت لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش حبايبي من الشير واللايك والاشتراك في القناه، وربنا ما يحرمني منكم ابدا. هنزل بقى كده بالميه السخنه عليه على طول، وهسيبه بقى مع نفسه. الميه برضو بتبقى زيها زي طريقه الرز العادي، بتبقى اعلى كده بعقله صباع بس كده، مكتريش برضو.
كده هسيبه بقى هو مع نفسه كده، واغطي الحلة واسيبها مع نفسها. هيغلي غلوتين ويتشرب، اروح موطية النار عليه وهسيبه كده مع نفسه. هنا بقى اللهم بارك السمك طلع ما شاء الله. بصوا الشكل والمنظر والريحة، مش قادرة اقول لكم بقى، والطعم كان حكاية. بألف هنا. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الشير واللايك والاشتراك في القناة، وقولوا لي ايه